السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يومكم معطر بالصلاة على النبي المصطفى محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اليوم جيتكم بوصفة من بين الوصفات السهلة البسيطة الاقتصادية الرائعة، وصفة صابلي بالكيلة. اللي ما ينجح هذا الصابلي راح ينجح معك من أول مرة. إذا بداية عندي لهنيا علبة تاع مارغرين، الوزن تاعها 250 غرام. رانا رايحين نعبروا كامل المكونات بالعلبة تاع المارغرين. إذا علبة تاع مارغرين تكون طرية، علبة سكر ناعم، عندي كذلك نص علبة تاع زيت، علبة مارغرين، علبة سكر ناعم، ونص علبة تاع زيت. نخدم كامل المكونات تاعي بالفوي ولا بالباتور حتى نتحصل على خليط كريمي يكون اللون تاعو ابيض. في هذه المرحلة راني راح نضيف عليه كما راكم تشوفوا ملعقة اكل نتاع لافاني. اذا بهذه الطريقه. ولا هنايا راني راح نضيف عليه البيض. بالنسبه للبيض عندي حبه بيض كامله، وعندي زوج صفار بيض. الحبه الاولى نديرها كامله، والزوج الاخرين راني راح ندي منهم فقط الصفار. اذا بهذه الطريقه راني راح نتحصل على اروع صابلي. الصابلي تاعنا يجي الطري، يجي مبسس، ويجي كذلك مرمل كما شفتوه في اول الفيديو. اذا نخلط كامل هذوما المكونات مليح حتى يدخل لي البيض مليح كامل في المواد الدسمه اللي كنا درناهم في المره الاولى. هذوما كامل اسرار نجاح اي عجينه صابلي. بهك يعني الزيت ما يخرج لكمش من العجينه، وكذلك الصابلي تاعكم يبقى محافظ على الشكل تاعو بلا ما يتكمش. اذا في هذه المرحله بعد ما تجانسوا لي كامل المكونات مع بعض، رانا راح نزيد نضيف عليهم زوج مغارف كبار مايزينا اللي هي نشا. إذا بهذه الطريقة حطيت الملعقة الأولى، ورانا راح نزيد نضيف الملعقة الثانية. وعندي كذلك اللهنية نص كيس تاع خميرة كيميائية اللي تعادل لي تقريبا ملعقة صغيرة ممسوحة ماهيش معمرة ولا بومبي. إذا بهذه الطريقة. ونبدأ نضيف الفرينة تاعي غير بالعقل حتى نتحصل على عجينة تكون طرية. الفرينة كذلك نروح معها غير بالعقل، ما نضيفهاش كامل دفعة واحدة. يعني ندير 5 مغارف المرة الأولى، بهيك يعني الخميرة الكيميائية تتفاعل لي مع العجينة. وبعد ذلك نبدأ نضيف غير بالملعقة، وأنا نزيد، وأنا كما يقول لك اللم غير بأصابع اليد. إلا هنايا نحكم. انا عندي هذا التاب تاع السيليكون، نتوما بامكانكم تحكموا هذوك الاكياس اللي يجوا ما بين الورق تاع الديول ولا اي اكياس كانوا عندكم، وتفتحوا العجينه تاعكم هكا يعني باه ما تظلوش تضيفوا في الفرينه، والعجينه تاعكم يعني تبقى محافظه على القوام تاعها. اذا بهذه الطريقه نفتح العجينه تاعي. اللهنيه نتوما وما حبيتو، انا اللهنيه حبيت الصابلي تاعي يجوني رقاق، ما حبيتهمش يجوني خشن، لذلك العجينه تاعي رققتها تقريبا على السمك 4 مليمتر. وانتوما يعني تقدروا تروحوا حتى ل7 ولا 6 مليمتر إذا حبيتوا الصابلي تاعكم يجي متوسط. لهنا نطبع عادي بهذوما طوابع الصابلي اللي يكون واحدة مثقوبة وواحدة مسكرة بهذه الطريقة. وبعد ذلك نحكم الصينية تاعي، نعاون روحي فقط بهذاك التابي، ونحكم الصينية تاعي بلا ما ندهنها بالزيت، لأنه الصابلي تاعي فيه نسبة معتبرة من الدهون. وانتم إذا كنتوا شاكين في السنيوات تاعكم تقدروا بإمكانكم تديروا ورق الطهي. لهنا بعد ما حطيت الحبات تاعي كامل في الصينية، ندخلها للفرن على درجة حرارة 180 درجة تقريبا مدة 7 دقائق حتى 10 دقائق ماكسيموم. وبعد ذلك نخرج الصابلي نتاعي، لصقت كل اثنين مثنا مع بعض بالمربى كما راكم تشوفوا. الحبة تجيني على خوتها. لهنا بالنسبة للتزيين رانا راح ندهن حبة الصابلي من الفوق بالمربى، وبعد ذلك نغطسها في الكاوكاو اللي كنت حمصته ورحيته. نحمصو نرحيه متوسط. وها هي حبة الصابلي تاعنا. كما بإمكانكم كذلك تديروا لها كامل المعجون في الأطراف وتزينوها بجوز الهند، يعني التزيين يبقى اختياري. وفي الوسط دائما نديروا ملعقة نتاع مربى. صابلي كما قلت لكم ناجح ومضمون 10000%، ومن أروع وصفات الصابلي اللي كنت جربتهم هذه هي الوصفة. إذا ها هو الصابلي تاعنا في شكله
النهائي. نتمنى أن وصفت لنا اليوم تكون تعجبكم، تجربوها في بيوتكم، في مناسباتكم، في أفراحكم اللي تدخل على كامل البيوت الجزائرية والعربية بالخير والصحة والهنا، اللهم آمين يا رب العالمين. إذا عجبكم هذا الفيديو أكيد ما تنسوش تخلوا لي لايك، تشتركوا معي في القناة حتى يصلكم كل جديد، وإلى الملتقى بحول الله في وصفات قادمة. مسك الختام تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.